عايزة أتكلم معاكم النهاردة في حاجة يعني مختلفة خالص. كان في بنات بتسألني بنوتة زي العسل، بتقولي بصراحة كده يا مس ولاء أو يا مدام ولاء، لما أنتي بتعملي الشعر هل كله بيطلع حلو؟ يعني مفيش مرة كده يطلع منك ومش عارف ايه، حاجة مش مظبوطة، حاجة مش معدولة، أو حاجة بتعيديها أو كده؟ طبعا طبعا نسبة الخطأ قائمة في كل المجالات، وخاصة في مجال الشعر والبشرة، ولازم البنات تفهم ده. والسؤال ده عجبني قوي قوي ان انا اجاوبه لايف او يعني على الهوا، لان فعلا خاصة الشعور اللي بعملها لأول مرة ممكن تظبط. يعني في نسبة 90% بتظبط، دايما في نسبة 10% خطأ لأي سبب. وإن ما ظبطتش أنا يهمني في النهاية صحة وحالة الشعرة. وبعض البنات ما بتقتنعش بده للأسف، وبتبقى ممكن عايزة من أول مرة يكون ولا غلطة، ولكن حالة الشعر الصحية ما تتحملش ده. في أوقات بقسم الجلسات على مرة أو مرتين أو ثلاثة حسب التلف وحسب السن وحسب حالة الشعرة، حالتها نفسها رفيعة تخينة وهكذا. فانا بجاوب عليها وبقول لها لا، في نسبة خطأ 10%، ولكن يظل الخطأ في ضمن التصرف. بمعنى ايه؟ يعني ما نوصلش ان شعرة تتحرق وتبوظ وما اعرفش اعمل ايه. لا، لا، ممكن حتت مش مظبوطة، حتت هايشة، حتت فيها مشكلة بأجلها يومين ثلاثة على ما الشعر يريح وأعرف أتصرف فيها. المواد عندي نهائي 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 مفيش فيها المواد اللي بتحرق واللي بتبوظ وفي بلدهايد ونعمل ايه. لا، دايما الخطأ في ايدي والحالة في ايدي، الحمد لله الحمد لله. فاجابتي على السؤال لا، ممكن بعض حالات الشعر تستوجب مني جلسة او اتنين او تلاتة، المهم انها في النهاية تطلع كما ينبغي زي ما احنا او زي ما العملاء معايا متعودين. ولو عندك اي سؤال راسليني على الخاص، هكون معاكي فورا.